إذا ما تحبوش المسكوتشو ولا الكيك وتحسوه ناشف وما تقدروش تاكلوه، جربوا هذه الطريقة. الكيكة الرخامي مع كريمة من الفوق شكلها رخامي وذوقها بزاف بنين. تحتاجوا 4 حبات بيض وعندكم الخيار فيهم، تقدروا تفصلوا الصفر عن البياض ولا تخلوهم كيف كيف. كنت فصلتهم أنا باش تشوفوا النتيجة كيفاش حتخرج كيف كيف وما كاش فيها اختلاف كبير. كاس ونص سكر عادي، نص الكمية نحطها في البياض مع قرصة ملح ونطلعهم حتى تولي بهذا القوام. نحطها بجهة والصفار نضيف له السكر اللي قعد لي مع لافاني، نخلطهم، من بعد نضيف كاس زبدة ولا كاس زيت ولا خلطوهم. اختاروا طريقة واحدة، كاس حليب مع حوالي 3 كؤوس فارنة متعددة الاستعمالات و3 مغارف كبار مايزينا، 2 أكياس خميرة الحلوى. حيجيكم الخليط شوية ثقيل بصح دوك يولي سوا كي نضيف له تدريجيا البياض. وكما قلت تقدروا ترميو 4 حبات بيض وتحطوا المكونات وتخلطوا، والفارينة ضيفوها حتى يولي خليط متماسك وماشي جري بزاف. نحيت كاس من الخليط نضيف له ملعقة كبيرة ونص كاكاو، وفي قالب مدهون بالزبدة ورشات فارينة فرغت نص الخليط، حطيت شوية كاكاو، من بعد خليط الكيك وزدت زينت بالكاكاو تاني ودخلته يطيب نار قليلة باسكو الكيك يطول في طياب. لاكريم اللي كنت زينت بها درت الكاناج بصح سميته رخامي على حسب الكيك. سخنت 200 غرام كريمة سائلة حوالي كاس كيما هذا، ضفت لها 150 غرام شيكولا وحطيت الخليط في المجمد. من بعد كي تجمد شوية ذوبت 200 غرام شيكولا مكعبات، خيروا النوع اللي تحبوا، وخلطتها بالخلاط الكهربائي حتى ولات بهذا الشكل. زينت الكيك والنتيجة قدامكم. وصفة تستاهل تجربوها، والمقادير تلقاوهم مكتوبين دايما أسفل الفيديو.